جاهز تسمع احسن خبر ممكن تسمعه النهارده؟ احنا في 2025 ولو انت صانع محتوى عندك فرصه تكسر الدنيا من غير ما تعمل كل حاجه بنفسك. ازاي؟ خليني اقول لك. المحتوى اللي بيجيب اعلى تفاعل دلوقتي هو المحتوى التفاعلي، وده لان العالم الرقمي مشبع بالمحتوى، ولو مش عارف تجذب الانتباه وتخليه مستمر هيضيع في الزحمه. ايه هو المحتوى التفاعلي؟ هشرح لك. ببساطه هو اي حاجه تخلي الجمهور يشارك بدل ما يكون مجرد متفرج. زي ايه؟ زي استطلاعات الراي والكويزات والفيديوهات اللي فيها خيارات للمشاهد. طب ليه ده مهم؟ ده بيزود معدل التفاعلات اللي هو الانجيجمنت، بيخلي جمهورك اوفى للبراند بتاعك بدل ما يكون مجرد متفرج، وبيساعدك تجمع بيانات مهمه عن اهتمامات وسلوك جمهورك. مثال: اثناء تغطيه الانتخابات الامريكيه استبيان مباشر من صحيفه المانيه جمع اكتر من 8000 استبيان. تخيل ده ممكن يعمل ايه للبراند بتاعك. هقول لك على طرق عمليه عشان تقدر تطبق ده. الطريقه الاولى ان انت تستخدم منصات زي تايب فورم عشان تعمل كويزات تجذب جمهورك. 2. استغل انستجرام ستوريز عشان تعمل استطلاعات راي سريعه. رقم 3. اطلب دايما من جمهورك يسيب كومنت وتتفاعل دايما في الكومنتات دي معاهم. مستقبل المحتوى الرقمي التفاعلي والامكانيات فيه مش بتنتهي. ابدا دلوقتي وخلي جمهورك يشارك اكتر، لان ده مفتاح النجاح. لو عايز تعرف اكتر عن تطوير المحتوى واستراتيجيات النجاح في 2025 تابعني، وعايز اسمع منك ايه اكتر فكره تفاعليه عجبتك. سيب رايك في الكومنتات وخلينا نبدا النقاش.